واحد الاسطوره كتقول بلي شحال هادي تجمعوا العرب باش يتفقوا، فتواعدوا بيناتهم انهم عمرهم يتفقوا. اتفق العرب على الا يتفقوا. هادشي تعاود عاوتاني في القمه العربيه اللي تقامت في الجزائر. هاد القمه اللي غابت 3 سنين، فالشعار ديالها كان هو لم الشمل ديال البلدان العربيه. فشنو ناقشوا في هاد القمه؟ واش المغرب بوحدو اللي ما جاش الملك ديالو وصيفط النواب ديالو؟ وشكون اللي حضر وشكون اللي ما حضرش؟ وشنو المغزى من هاد القمه اصلا؟ خليكم معنا في هاد الفيديو وغتفهموا كلشي. بدينا كنسمعوا الغياب ديال بزاف ديال القاده العرب والممثلين ديالهم قبل ما تبدا كاع القمه العربيه اللي غابت منذ 3 سنوات بسبب الجائحه. هذه هي السبه اللي تعطات. فالجائحة ما حبساتش عدد كبير من دول العالم باش ينعقدوا العديد من القمم الدولية في مختلف أنحاء العالم. فمثلا بزاف ديال الدول حضرات في مؤتمر قمة الإفريقية اللي دار في أديس أبابا في ذروة الجائحة شهر فبراير 2020. فهنا الخلافات بين الدول العربية هي السبب غياب القمة العربية من 2019. فزيد على هادشي الغيابات اللي شملات بزاف ديال الملوك والقادة العرب الوازنون بما فيهم الملك محمد السادس. فأكد وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة أن الملك ما حضرش الاعتبارات الإقليمية حيت الجزائر ما قدراتش تخبي الانحياز ديالها، وبينات الخريطة المغرب منقوصة من الصحراء. وزادت كملاتها منين ما عطاتش سبب مقنع لهاد الحادثة، فقالت باللي قسم الجرافيك هو اللي غلط في إظهار الخريطة. هادشي كيتعتبر قلة الاحترام تجاه المغرب، خصوصا وأن البوليزاريو ماشي عضو في القمة. وكيف ما قال ناصر بوريطة عاوتاني، فهادشي ما منعش الملك باش أنه يعطي تعليمات للوفد بالعمل البناء واخا الملك ما غيحضرش، خصوصا أن الجامعة العربية هي قناة التواصل الوحيدة مع الجزائر. فزيد على غياب الملك محمد السادس غياب ولي عهد السعودي محمد بن سلمان اللي قال لك مريض والاطباء قالوا ليه ما يسافرش. زيد عليه العاهل الاردني عبد الله الثاني اللي صيفط غير ولي عهد الحسين بن عبد الله باش يترأس الوفد الاردني في القمه العربيه. زيد عليهم حتى الكويت حيت حضر غير ولي العهد، والامارات العربيه كذلك اللي غيترأس الوفد ديالها نائب الرئيس الدوله رئيس الوزراء حاكم دبي محمود بن راشد. البحرين حتى هي نائب رئيس مجلس الوزراء محمد بن مبارك الخليفه. وزيد فالقاده اللي حضروا هما رئيس جمهوريه جزر القمر والشيخ محمد بن خليفه نائب رئيس الوزراء الممثل الشخصي لملك المملكه البحرينيه، والممثل الشخصي لسلطنه عمان اسعد بن طارق سعيد، ورئيس المجلس الرئاسي لدوله ليبيا، ورئيس وزراء الجمهوريه اللبنانيه، ورئيس جمهوريه السنغال بصفته الرئيس الحالي للاتحاد الافريقي، والرئيس الموريتاني، الرئيس المصري، بالاضافه الى الرئيس التونسي والقطري. فشعار هذه القمه العربيه كانت لم الشمل. فغياب عدد لا يستهان من القاده الدول العربيه وعزوفهم من المشاركه كيبين حجم الصعوبات باش يتلم الشمل بين الدول العربيه. فالكلمات التي ألقيت عكست حجم التحديات اللي كتواجه دول العالم العربي في هذه المرحله، وما كتختلفش على المواضيع اللي كانوا كيناقشوا في القمه العربيه اللي دازوا. فمن جهه الجزائر اقترح الرئيس الجزائري تبون بالدعوه الى عقد جلسه طارئه للجمعيه العامه للامم المتحده للنظر في طلب منح الفلسطينيين عضويه كامله في الامم المتحده، وتشكيل لجنه اتصال خارجه من القمه العربيه باش تتبع هذا الموضوع. فهذه واخا كتبان فكره زوينه، ولكن من المستحيل اننا كعرب نخرجوا بها بشي حاجه، حيت من المستحيل انها تجاوز دور المجلس الامن عند بث الطلبات العضويه الجديده، حيت خص الموافقه ديال 9 دول ويكونوا من بينهم الخمس الدول الدائمه العضويه مجمعه او الدول اللي عندهم حق الفيتو، وهو ما يستحيل تصور الحدود ديالو بسبب الروينه اللي نايضه دابا بين الدول القويه. وزيد على هادشي الاقتراح ديال التكتل الاقتصادي العربي باش يوقف ضد التقلبات والتحديات الاقتصاديه اللي كيمر بها النظام الدولي حاليا. فما نساوش ان العرب فشلوا في اي خطوه حد الان في التكامل الاقتصادي العربي، بما في ذلك توحد التعرفه الجمركيه وانشاء منطقه جمركيه موحده. فمن جهه السعوديه هضرت على الاوضاع اللي في ليبيا وضروره دعم مجلس القياده الرئاسي في اليمن، بالاضافه الى دعم لحل الازمه في سوريا. اما العراق دعت باش جميع الاطراف تسالي النزاع ديالها في اليمن، واكد على السياده في سوريا ووحده اراضيها، ودعا الى تحقيق المصلحه في ليبيا. اما اليمن فقالت انه الدول العربيه خصها تلقى حل للمشروع الحوثي، حيث اكثر من 80% من السكان معولين على المساعدات. فالاغلبيه الدول اللي خدت الكلمه كيعانيوا من حروب اهليه واضطرابات سياسيه، وهي فاشله اصلا او مقبله على فشل سياسي واقتصادي. ولا بهضره واحده اخرى، هاد الدول العربيه ما نفعت راسها، بقى غتنفع الدول الاخرين. فمن جهه المغرب فما خداش الكلمه بحال شي بلدان اخرين، وقال واحد المصدر دبلوماسي ان المهم هو المساهمه الفاعله في الاجتماعات المغلقه والمخرجات التي تهم بالمغرب. فالنتائج ديال هاد القمه بحال كاع اللي سبقوها وما كيتحسبش كانجاز يستدعي الفخر. فالهضره اللي تقالت الفعاليه ديالها صعيبه في امر الواقع، فغيبقى العالم العربي كيدور في الحلقه المفرغه نفسها اللي كيدور فيها منذ 77 عام اللي هو عمر جامعه الدول العربيه. فإلى عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا لايك واشتراك في القناه، فالمواضيع اللي جايين غيكونوا في غايه الاهميه. وشكرا.